السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كيفاش وعلاش، بودكاست اللي كيحكي لكم حكايات تاريخية مثيرة وغامضة من زاوية جديدة وبالدارجة المغربية. اليوم غادي نحكيو على واحد الشخصية غامضة بزاف ومؤثرة في نفس الوقت، ولكن ماتت في ظروف كلها علامات استفهام. الوالي مصطفى السيد، المؤسس ديال جبهة البوليزاريو. القصة بدات في 1976. الوالي كان شاب صغير متحمس وكيحلم باستقلال الصحراء، ودار بوليزاريو باش يحقق هذا الهدف. ولكن قبل ما يعلن الجبهة على ما يسمى بالجمهورية الصحراوية في 27 فبراير 1976 غتوقع شي حاجة غريبة. الوالي غيختفي من الساحة السياسية، غيتم الإعفاء ديالو من منصب الأمين العام ديال بوليزاريو بلا ما غتقال لا كيفاش ولا علاش. وفي 8 يونيو أي غير 4 شهور من بعد سمعنا خبر صادم: الوالي مات. مات في هجوم عسكري على نواكشوط عاصمة موريتانيا. ولكن الغريب في هذه القصة هو أن الجبهة والجرائد الجزائرية سكتوا 9 أيام قبل ما يعنوا على الوفاة ديالو. علاش هاد الصمت وعلاش هاد التأخير؟ من قائد إلى شهيد، من 26 حتى ل 30 غشت 1976 الجبهة داروا مؤتمر سموه المؤتمر الثالث، وداروا من الولي شهيد وبطل قومي. علقوا التصاور ديالو ورفعوا الشعارات بحال لا سلم ولا استقرار حتى رجعوا الأرض الأم ديالنا. ولكن حتى كلمة ما تذكرات على ظروف الموت ديالو، حتى تفسير ما تعطى. وهنا فين بدات الشكوك: واش فعلا مات في الهجوم ولا شي جهة أخرى كانت وراء الموت ديالو؟ في واحد الوثيقة ديال الأرشيف الفرنسي كيتكلم السفير ديال فرنسا في الجزائر، قال أنه كثرت الإشاعات في الجزائر بزاف ديال المرات على أنه كاين مشكل ولا سوء تفاهم بين الوالي مصطفى السيد والسلطات الجزائرية. وهذا الشيء من خلال الأرشيف ديال الشؤون الخارجية في لاكورنوف، صندوق الشمال الأفريقية المغرب 1972 1982، في صندوق تحت رقم 845. من بعد ملي تعود المحفوظ علي بيبا العروسي في المنصب ديال الكاتب العام المؤقت، راه في الحقيقة ما كانش غير تغيير عادي، ولكن كان مخطط مدروس، مدروس مزيان باش يسهل الطريق قدام المرشح اللي كانت باغاه الجزائر، محمد عبد العزيز، اللي كان معروف بالولاء التام ديالو والطاعة القصوى ديالو قدام الجزائر، وما عنده حتى شخصية قوية قدام اللي فوق منه. غيتم الفرض ديالو ككاتب عام البوليزاريو لمدة 39 عام. السفير الفرنسي مسكتش وسجل 2 روايات مختلفة على الطريقة اللي خرج بها الولي من المنصب ديالو ككاتب عام، أيام قليلة قبل ما يتم الإعلان على الجمهورية الصحراوية الوهمية نهار 27 فبراير 1976. كاين اللي قال باللي الولي هو اللي طلب يمشي من هذا المنصب باش يقدر يتفرغ للحرب والمسائل العسكرية، ولكن كاين اللي شافوا في هذا القرار علامة على صراعات داخلية في حركة البوليزاريو، وكيقولوا أن الولي ما مشاش براسه ولكن تفرض عليه يمشي. السفير الفرنسي غيدو كومين قال على أن هذا الإعفاء ما يمكنش يتفهم إلا بأنه طرد الكاتب العام الحقيقي. وعلاش هاد الشك؟ واش مات الشهيد ولا قتلوا بومدين؟ كاينه واحد الوثيقة اللي كتعتبر خطيرة، خرجت نهار 17 يونيو 1976 من السفارة الفرنسية في الجزائر، وتبعتها ل4 ديال العواصم: الرباط، نواكشوط، تونس وطرابلس. وهنا بدات الشكوك والأسئلة، خصوصا من موريتانيا بدات كتهم الحكومة الجزائرية بارتكاب جريمة دولة مخبية تحت اسم آخر. السفير الفرنسي غيدو كومين كتب على هذه الاتهامات اللي وجهتها القادة ديال موريتانيا ضد الجزائر مباشرة بعد الهجوم اللي وقع في نواكشوط. واش بصح مات بسبب المعركة ولا كان مخطط مدبر؟
حسب السفير ديال فرنسا في الجزائر كل شيء كيشير باللي النظام الجزائري هو اللي وراه هادشي. الصحافة ديالهم كانت نقل هاد الفرضية بطريقة غير مباشرة، وخصوصا جريدة المجاهد اللي معروفة باللي هي لسان حال النظام. في واحد الافتتاحية قصيرة كتقول الجريدة فقط باللي كاين غضب كبير عند النظاميين ديال الرباط ونواكشوط، حيتاش المقاتلين الصحراويين وصلوا بعمليات ديالهم حتى لقلب موريتانيا. لكن الصحافة الجزائرية وحتى ديال بوليزاريو ساكتة تماما على الأخبار اللي كتقول باللي الأمين العام ديال بوليزاريو الولي مصطفى السيد وحتى النائب ديالو ممكن يكونوا ماتوا في المعارك الأخيرة اللي وقعت في موريتانيا. السفير الفرنسي كيشرح أن المتحدث باسم بوليزاريو حبيب الله اللي هو عضو في لجنة العلاقات الخارجية تحجج ببعد المنطقة باش ما يعطيش جواب واضح للصحفيين، وزاد باللي تصريحات الغامضة ديالو حتى جريدة المجاهد ما بغاش تنقلها. ومع أن موت الوالي بدا كيدير الصدى في الخارج، كل شيء التصريحات والردود كتجي غير من الصحافة القريبة من النظام الجزائري. حتى أحمد بابا اللي هو مفكر موريتاني ومقرب من بوليزاريو ما قال حتى كلمة. السفير الفرنسي كيأكد أن هاد السيد اللي كان في داك الوقت في الجزائر قال لواحد صحافي أجنبي باللي ما يقدرش ينفي ولا يأكد الخبر. الضربة على نواكشوط وموت الوالي المشبوهة. الوالي مصطفى السيد كان معروف باللي ما كيبغيش يخضع البومدين، وكان عنده شخصية مستقلة، وكاين اللي كيقول باللي كان ناوي يحرر الصحراويين من مخيمات تندوف اللي كانوا محتجزين فيها. واش ممكن كان كيحلم بسيناريو مختلف؟ ممكن فيه البوليزاريو تخرج من تحت الجلباب ديال الجزائر، ممكن وتولي منظمة مستقلة، كل شيء ممكن. هذه فرضية كتروج عند الموريتانيين وحتى عند السفير الفرنسي في الجزائر غيدو كومين. الوالي غيتم الارسال ديالو للجبهة ضد نواكشوط، ماشي باش يتخبى ولا يتحمى، ولكن كجزء من فرقة خاصة منفصلة على الكتيبة الرئيسية اللي كانت كتهاجم العاصمة الموريتانية وتحديدا القصر الرئاسي. الغريب في الأمر هو أن الوالي مات بعيد على نواكشوط في مكان سميتو بن شاب، تقريبا 100 كيلومتر في الشمال. المهمة ديالو كانت على ما يقال هي يخرب القنوات اللي كتزود المدينة بالماء، ولكن في هذيك البلاصة مات بالضبط. عجيب. في برقية أخرى بتاريخ 21 يونيو 1976 جاية من نفس المصدر، فرنسا كتحمل المسؤولية بشكل غير مباشر للسلطات الجزائرية، وكتقول باللي ربما تخلصوا من الوالي باش يخليو طريق مفتوحة للمخطط ديالهم. هاد الوثيقة كتقول باللي سبقوا سمعوا شائعات في الجزائر على خلافات بين الوالي والنظام ديالو. محمد عبد العزيز الوالد ديال المعركة اللي بداها بومدين. من بعد ما مات الوالي مصطفى السيد جا محمد عبد العزيز في قيادة البوليزاريو في واحد الوقت اللي ما كانش فيه الجزائر كتسعى باش تعاون الصحراويين ولا تحرر الأرض، ولكن كانت كتخدم على هدف استراتيجي تزعزع على الاستقرار في المنطقة باش توصل للمحيط الأطلسي وتفك العزلة ديالها. في حوار داروا مع جريدة المجاهد الجزائرية نهار 22 فبراير 1981 قال محمد عبد العزيز أن أمريكا وفرنسا كيساندوا المغرب، ولكن قالها بطريقته. قال الموقف ديال أمريكا ماشي في مصلحة المنطقة، حتى في مصلحة المغرب. لا أمريكا ولا فرنسا داروا شي حاجة باش ينقذوا النظام المغربي، بصح خاصهم يعاونوا المغرب باش يسالي الحرب. هذا التصريح بوحدو كيبين علاش الجزائر اختارت محمد عبد العزيز، وفي نفس الوقت كيبين كيفاش الخطاب ديال الجزائر كيوصل للناس عن طريق كلام الزعيم الجديد ديال بوليزاريو. وبتأثير من الجزائر محمد عبد العزيز ما طولش باش قال أن فكرة الاستفتاء ما بقاش كتصلح، وكان مقتنع أن النصر ديال الجمهورية الصحراوية قريب بزاف، حيث قال سمعنا الرأي ديال المغرب اللي تقدم للجنة الخاصة، ولكن حنا كنقولوا أن فكرة الاستفتاء ولات متجاوزة، وكنطلبوا من الاتحاد الأفريقي يجي يشوف بعيني على الأرض. ما دارش محمد عبد العزيز مجهود صغير، حيث في 1991 من بعد سنين طويلة حتى الأمم المتحدة والبعثة ديالها في الصحراء
لي مينورسو بداو كيشوفوا فعلا ان الاستفتاء ما بقاش عنده معنى، بحال ما كان كيقول المغرب اما بوليساريو تربح الحرب. هذه قصة اخرى. سؤال كبير، كيفاش مات الوالي وعلاش؟ واش فعلا بغى يبعد على السياسة ويركز على الجهة العسكرية، ولا كان كيشكل خطر على المشروع الجزائري في الصحراء وتم التخلص منه؟ الوالي مصطفى السيد بقى لغز كبير بين الصورة ديال الشهيد اللي بغات الجبهة تروج لها وبين الروايات اللي كتقول انه تم التصفية ديالو بسبب خلافات سياسية مع الجزائر. الى عجباتكم هاد القصة ما تنسوش ديروا لايك، بارطاجيو مع صحابكم، وتابعونا في حلقات جاية من كيفاش وعلاش اللي غادي نحكيو فيها على قصص تاريخية منسية وغامضة ولكن مهمة. والأمان